السلام عليكم، مساكم الله بالخير. بسوي طبخة سهلة بالفرن. طباختي اليوم تطلع إجازتها، فما أبي أسوي لويا ومعزومة أنا خصنا. فالحين قص لي الخضرة اللي تحبونها واللي عندكم: فلفل، بطاط، يزر، بصل، ثوم، زنجبيل كذي. بعد ما ذهبنا الخضار قصصنا الدياي كذي شرحناه. بسوي التتبيلة، أتبل الدياي، بحطه فوق الخضرة وأغطيه وأدخله الفرن. الحين هني بالفود بروسيسر أو محضرة الأكل حطيت زنجبيل، ثوم، بصل، شوية بصل مقلي بني. بستخدم الزيت مال البصل. أنا البصل هذا لما أقليه أخش الزيت ماله، ما أتخلص منه، لأن استخدمه في التتبيلات، بعض الطبخات، في نكهة وايد حلوة فاحتفظ فيه. يعني شوية زيت كذي، تقريبا قفشتين كبار. في عندي كركم، في عندي كاري، بابريكا، هيل، دارسين، كزبر وكمون، وأبي فلفل أسود، نص قفشة صغيرة كزبر، كركم نص قفشة، كاري نص قفشة، بابريكا قفشة كاملة، وهيل ودارسين ربع قفشة، فلفل أسود حطيت ربع قفشة، شوية عصير ليمون، تقريبا قفشتين كبار، وقفشة كبيرة معجون طماط. عندي هذا نعناع ناشف، بحط قفشة صغيرة على الخلطة، كزبر فريش. إذا ما عندكم كزبر فريش عادي، يعني الشيء اللي ما عندكم ما توقف الطبخة عليه. لأن أمس قاعدة أسولف ويا وحدة تقول لي مثلا تعال صرتيني طبخة، ما عندي هذا الشيء، ولا أنا ما أحبه، عادي، مو شرط تحطونه. يعني الطبخة مو لازم بالضبط، ولا ترى أنا مليون طبخة أشوفها بأي أكاونت بأي شيء أغير، أخليها تماشي ذوقي. يعني عادي غيروا، لا تخافون من التغيير. شوية فلفل أحمر تركي عشان اللون، أبي لونه شي أحمر. الحين الخلطة هذه كلها نحطها في الخلاط، نخلطها، نسويها معجون، نفرك فيها الدياي، وتالي نحط الدياي على خضرتنا. الفود بروسيسر إذا خلينا، يعني محضرة الطعام، إذا خلينا سرعة بطيئة تفرم لكم إذا ما في شيء سائل. إذا سرعت السرعة تسوي معجون، خصوصا إذا كان في شيء سائل، زيت، ليمون، ماي. فوايد مفيدة الفود بروسيسر. نسيت مكون أساسي اللي هو الملح، نسيته راح عن بالي. راح أحط قفشة أكل كبيرة. طبختي حق ديايتين، وخضرتي تقريبا بطاطتين، طماطة، بصلتين، يعني شيء كذي على حسب حجم العائلة عندكم. نسيت أذكر لكم شغلة مهمة، حطوا فيها روب. أنا ما قاعدة أحط روب لأن عندنا حساسية من منتجات الألبان، بس أنتوا ضيفوا لها قفشتين روب أو 3، وايد تطلع لذيذة. تبون تحطون حليب جوز الهند، وايد لوق خراتين. تبي تحطين نو بروبلم، تبي تحطين حليب جوز الهند، وايد حلو، يضبط ويا الوصفة. ما راح أحط لها ماي، لأن مع الخلطة وكذي والطبخ الخضرة وكل شيء بيطلع ماي، فأبي الصلصة تكون ثقيلة، ما بيها تكون خفيفة حيل. بقط قشور ليمون بين الخضرة. دائما أطباق الفرن أحب أحط قشور ليمون، قشور برتقال. حاولوا ما تاخذون هذا الأبيض، لأن أنا مستخدمة هذه اليوم، هذه شوية، يعني حاولوا تخلونها تضعفونها بدون الجزء الأبيض. الجزء الأبيض مر. احتياط، أنا أحب الأكل مالح، فأرش كذي خضرتي شوية ملح. الصلصة الزايدة كلها راح نضيفها not on the chicken on the side، عشان تنزل على لأن إذا حطيناها على الدياي تنقص. ورق خبز فوق القصدير وبالفرن. بس ترى ما راح أكمل الطبخة، يعني بروح أنا. سكروا القصدير حيل عدل علشان تحبسون البخار داخل. ممكن تستخدمون كيس الفرن، يخلي الدياي حده ذايب ومهتري، ترف، فتقدرون تستخدمونه ويحبس لكم الصلصة كلها داخل بعد. فغيرت الأوبشن مال الفرن من مساح حاطته 220 إلى الشواية، أبي أحمرها عدل. نسوي هالحركة تساعد في التحمير، أن نشيل التتبيلة اللي متكودة. زين، لما يصير في تتبيلة متكودة ما تحمر الدياية، فأشيلها بفرشة
علشان تتحمر عدل، وآخذ من الزيت اللي متكون تحت وأدهن في الدياي. ليش؟ هذه الحركة تخليني آخذ لون حلو ولمعة حلوة. ضفت الصوص، الملح حده مضبوط، حطيت قفشة كبيرة ملح على خلطتي، ورشيت الخضرة شوية ملح، فحده حده أوكي. كذي يحبونه، كذي يحبونه. يعني مساع يوم شافوا ذاك خلقهم لا يما ليش الدياية بيض، الحين بالنسبة لهم هذا أوكي. أنتوا عاد تحطونه الدرجة اللي تحبونه. يعني شوية الصج هذول تحرقوا بس عادي، هذا اليد. نرد مرة ثانية نغطس بالصلصة. هذه كذي وصفتي جاهزة. إذا تبون تزينونها ببقدونس بشيء أخضر تقدرون طبعا.